السلام عليكم. بسكويت النشادر عملناه بالطريقة التقليدية قبل كده وعملناه بالزبدة، ولأنكم كتير طلبتوا مني وصفة تكون ما فيها بيض عملت لكم المرة دي بدون بيض. الوصفة جميلة جدا وأنا متأكدة إنها حتعجبكم. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. بس قبل ما نبدأ الطريقة ما تنسوا الاشتراك في القناة وما تنسوا مشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء. ويلا مع بعض نشوف المكونات ونشوف القصة. أول حاجة حبيت أتكلم عنها هي الدقيق، لأنه كتير بتسألوني استخدم أي نوع دقيق. إذا لقيتوا دقيق مخصوص للحلويات والبسكويت والخبايز يكون ممتاز، لو لأ ممكن أي نوع دقيق لكل الاستخدامات. هنا في ألمانيا عندنا دقيق 405. والقصة بتبدأ في الخلاط. هنضيف المكونات الأساسية، وأنا حبيت هنا أجيب على الكوباية اللي أنا استخدمت كوباية الشوب زي ما نحن بنقول في السودان اللي هي كبيرة. أنا لما عايرتها عملت حوالي 400 مل، يعني لو استخدمتوا الكوب المعياري حيكون بتساوي لنا حوالي كوباية وربع. فأنا في صندوق الوصف كتبت لكم المقادير بالكوباية الشوب، وكتبت عليكم بالمقدار المعياري بالكوب المعياري أو بكوباية العصير. لغاية هنا احنا كنا أضفنا السكر، أضفنا الحليب، أضفنا الزيت. والزيت أنا بديه ملعقتين كبار سمنة، بتديه طعم جميل جدا، بتعزز النكهة، خصوصا إنه الوصفة ما فيها بيض فمحتاجين نحن لنكهة تكون جميلة كده ولطيفة. بالنسبة للنشادر والناس اللي بتسألني منه دايما في ألمانيا، هو ده شكله زي ما ظهر عندكم في الصورة. بتلقوه بيظهر بكثرة في أيام الكريسماس، لكن تقريبا طول العام بيكون في المحلات الكبيرة متواجد. كتير جاتني أسئلة في الفيديوهات السابقة للبسكويت إذا النشادر في له بدايل. صراحة هو بسكويت نشادر، يعني لا يمكن الاستغناء أو استبدال النشادر بعنصر آخر. الكاسترد في الوصفة دي أساسي بالنسبة لي جدا، بيدي لون ظريف للبسكويت بعدين في التحمير حتشوفوه، وكمان لأنه يحتوي على النشا فبدي قرمشة لطيفة جدا للبسكويت وما بخليه يكون رطب. ممكن تستغنوا عنه بنشا أو كورن فلاور، لكن أنا بحب الكاسترد عشان اللون في التحمير بيبقى صراحة روعة. وبكده حنخلط كل المكونات في الخلاطة. بعد كم ثانية من الخلط حتحسوا إنه الخليط ابتدى يتقل شوية، ما تقلق، وده شي طبيعي لأنه الوصفة ما فيها بيض وما فيها هواء داخل فيها، فبتكون بالقوام ده، لكن ما تشيلهم هي أصلا كده. وندخل على المقادير الجافة. الدقيق أفضل إنه يتنخل عشان يدخل فيه هواء ويكون بعدين القوام بتاعه متنفس، ما يكون مكتوم والعجينة تكون ما لطيفة. أنا اختياريا بضيف قرفة، حبهان، جنزبيل مسحونين. دي بالنسبة لكم ممكن تكون مع عناصر أساسية، بس أنا بحب طعمها جدا في البسكويت. ومعاهم الباكينج باودر، والأفضل إنه كلهم ننخلهم مع بعض عشان يتداخلوا مع الدقيق بشكل متساوي. بعد كده هنضيف الخليط اللي احنا خلطناه في الخلاط ونبتدي نعجن ونداخل المكونات في بعضها. ولاحظوا كويس لطريقة العجن في الأول، أنا ما بعجن وإنما بدخل المواد في بعضها، يعني أنا بشيل الدقيق من تحت وأدخله في المواد السائلة وهكذا. يعني في الأول لغاية ما أحس إنه أنا وصلت لتماسك معين أنا ما بكون بعجن وإنما بقلب من تحت لفوق بشكل خفيف. العجن حيجي بعدين لقدام. وهنا لازم أنبهكم لحاجة مهمة، وهي إنه الدقيق بيختلف من مكان للتاني. في دقيق بيشرب المادة السائلة بشكل أكبر، وفي دقيق العكس تماما. فيبقى نصيحتي لكم إنه المواد السائلة ما تضيفوها كل الكمية مرة واحدة، وإنما على مراحل لغاية ما تصلوا للقوام المطلوب. بعد كده ممكن توقفوا. أما لو أنتوا خبيرين وعارفين القوام وعاملين الوصفة كذا مرة ومقداركم ثابت ما بيكون في مشكلة. حتى لو أضفتوا المواد كلها وحسيتوا بعد كده العجين لين شوية ممكن تضيفوا دقيق زيادة، حسيتوه قوي ممكن تزيدوا شوية حليب. وأكيد في النهاية عينكم ميزانكم. لكن إذا أول مرة تعملوا الوصفة أنا بنصحكم إنه تعملوها على مراحل، لأنه نوع الدقيق أكيد بيختلف. بعد ما خلصنا عجن الكمية الكاملة هنقسمه لأجزاء أو كور زي ما انتوا شايفين، وكل كورة منهم تلقى نصيبة مرة تانية من العجين، والخطوة دي مهمة جدا في قوام البسكويت بعدين. والأهم بعد ما خلصنا العجن نغطي الكرات بفوطة ونخليها ترتاح فترة كافية جدا، أقلها ساعة. الخطوة دي مهمة جدا وما تستهونوا بيها. وبعدها حنجي للمرحلة الأكثر متعة، مرحلة قطع البسكويت. صراحة أنا شخصيا بحب اللحظة دي جدا، خصوصا في العيد. بلمة ناس البيت والأولاد والبنوتات الحلوين. بالنسبة للقطع للبوصة أو الصبابة زي ما احنا بنسميها،
في فيديو سابق أنا شرحت عنها كتير جدا وتريكس نعملها عشان تطلع لنا البسكويت بشكل أجمل. الفيديو ظاهر عندكم بين في الشاشة لو حابين ترجعوا للنصايح اللي أنا ذكرتها في الفيديو الأول. يلا أقول لكم حاجة، قطع البسكويت ده في حد ذاته فن، يعني بتظهر هنا فنيات كل ست وست بيت صراحة. يعني ما تخلوا الموضوع كده عدي من وشك، بس بسكويته خلاص وقطعه خلاص. خلوا شكله دايما يكون منظم. لو استخدمتوا يدكم ممكن، لو استخدمتوا مقص المطبخ برضو ممكن بعد ما تكملوا الصينية كلها تجوا بالسكين تحاولوا تشيلوا الأطراف عشان يكون شكله منظم وجميل. وصدقوني الخطوات دي بتفرق جدا بعدين في شكل البسكويت، بيكون شكله جميل واحترافي ومنظم وحاجة كده معمولة بحب. بالنسبة للفرن مهم جدا يكون نحن مسخنينه فترة كافية قبل الخبز، درجة حرارة 180 درجة. بياخد الصينية حوالي 20 ل25 دقيقة، ما أكتر من كده. ممكن تدخلوا الصينيتين اتنين اتنين وتبدلوا، أو تدخلوا واحدة واحدة زي ما أنا عملت. وده بسكويتي بعد ما طلع من الفرن، لون صراحة خرافي. ما تستعجلوا على البسكويت في الفرن، طلعوه لونه أبيض لأنه طعمه ما بيكون حلو أصلا. لاحظوا لشكل البسكويتة، تحميرة حلو، شكلها منظم، فيها قرمشة جميلة من جوا، فيها فراغات حلوة مهوية ما مكتومة. فحسيت الوصفة زبطت بدون بيض، حسيتها حلوة يعني، مع إنه أنا من الناس البعشق البسكويت بالعجنة التقليدية جدا بالبيض، لكن حسيته زبط ليه لا. شنو الفرق اللي حسيته بين البسكويت ببيض وبدون بيض غير النكهة طبعا؟ حسيت انه البسكويت بدون بيض شوية بيكون التحمير فيه ما متساوي، ما زي البسكويت بالبيض بيكون تحمير لونه بيكون متساوي. هنا حسيت شوية في مثلا تلقى حتات بيضاء وحتات تكون شوية متحمرة بزيادة. يمكن عامل البيض نفسه الصفار بيعزز اللون. هنا دي ما موجودة، لكن غير كده في القوام صراحة ما حسيت بأي اختلاف. وبكده انتهت وصفتنا لليلة، لكن أكيد الوصفات الجميلة في القناة لسه جاية. تابعوا ملف كامل عن الخبايز خدته لكم في صندوق الوصف، حتلقوا فيه البسكويت بكل أشكاله، وحتلقوا فيه كتير من الوصفات الجميلة ممكن تطبقوها وتوروني رأيكم فيها. شاكرة لكم حسن المتابعة، خليتكم في أمان الله.